معاك 1,200,000 جنيه مصري، تعالى اجيب لك عربيه فيها فرق سعر عن مصر بيوصل لنص مليون جنيه، وعربيه جديده زيرو حرفيا. دي ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 24. الف مبروك، نازله للعميل اللي شاريها معايا. العربيه دي كانت خبطتها بسيطه جدا، ما كانش فيها فتح ارباجات، ما كانش فيها اي مشكله خالص. وتعالى هقول لك واحده واحده الاوبشن اللي فيها ايه. عربيه موديل 24، شنطه كهرباء. الاوبشن بتاعها مختلف شويه عن اللي بينزل مصر. عربيه واسعه وكويسه، ما فيهاش فتحه سقف، فيها يو اس بي خلفي، بصمه وستارت انجن، وفيها بلايند سبوت للمرايات، كرسي كهرباء وفرش قماش، وفيها تسخين كراسي، وفيها اكتيف كوليجن وورنينج او نظام التصادم، وده التحذير عن خروج المسار، وده زرار الشنطه الكهرباء، وفيها مثبت سرعه. والعداد بتاعها العربيه اللي معانا دي 16,000 ميل بس، يعني حوالي 20,000 كيلو. وهاند بريك كهرباء اوتو هولد. وكل العربيات اللي بتيجي من امريكا بتيجي دفع كلي للعجلات. وفي شاشه تقدر توصل موبايلك. والعربيه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين جديده زيرو، ما فيهاش اي مشكله خالص. حاجه مثلا زي دي كانت مشكلتها انها جايه من قدام من غير اكسدام ومن غير انظمه التبريد. اشترينا كل الكلام ده، والعربيه ما فيهاش اي دواخل خالص او اي مشاكل في الشاسيه تمنعها انها ترخص في مصر، او اي مشكله ممكن تحصل لك في اعاده البيع. عايز عربيه زي دي بنفس السعر او باقل شويه وتكون اقل في الاوبشن، كلم ارقام المكتب اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشه. شكرا، السلام عليكم.